القصة دي حصلت بجد في مصر واتعرضت على التلفزيون المصري. تخيل تعيش حياتك عادي في قرية هادية، تسمع صوت الأذان مع صمت المقابر، وفجأة تكتشف إن تحت التراب في سر مرعب محدش يتخيل. الحكاية دي اتعرضت في برنامج خلف الأسوار على التلفزيون المصري. قصة خلت الناس كلها تبكي وتتصدم. القصة بدأت مع ست شابة جميلة جوزها مات وهي لسه حامل، وساب لها طفلة صغيرة عمرها 4 سنين. الست دي طول الوقت كان عندها إحساس إنها مش هتعيش، وإن ساعة ولادتها هتكون ساعة موت. وفعلا قبل ما تدخل تولد وصت أخوها وقالت له أمان عليك تخلي بالك من بنتي الصغيرة والمولود لو جه أجلي. دخلت المستشفى وولدت طفلها، وفي نفس اللحظة فرقت الحياة. دفنوها أهلها والدموع مغرقاهم، لكن الطفل الرضيع خرج على الدنيا يتيم من أول ثانية. الخال رجع البيت شايل الرضيع مع أخته الصغيرة، لكن مراته زعقت له وقالت له يانا يا عيال أختك. ساعتها ارتكب أبشع خيانة، أخد الطفلين بالليل ومشي بيهم لحد المقابر، فتح قبر أخته بإيده وحط المولود جنب جثمانها، ولما حاول يحط الطفلة عيطت وصرخت. داها شخشيخة وقال لها لو أخوك عيط لعبيه بيها وبكرة أجيب لكم أكل، وسابهم جوه القبر وقفل ومشي. بعدها بيوم الترابي وهو ماشي جنب القبور سمع صوت الشخشيخة جاي من تحت الأرض، اتخض وجري. واليوم اللي بعده نفس الصوت، واليوم اللي بعده برضه الصوت ما كانش بيسيب ودانه، لكنه كان خايف يفتح القبر. فضل كده 15 يوم كاملين، وفي الآخر جمع شوية رجالة وقال لهم أنا سامع صوت من القبر من 15 يوم. راحوا معاه ووقفوا قدام القبر، وفعلا صوت الشخشيخة علي جوه. قلبهم وقع، لكن جمعوا شجاعتهم وفتحوا القبر. المنظر كان صدمة عمرهم. الطفل الرضيع لسه عايش بيتنفس، واخته قاعدة جنبه عيونها متعلقة بالظلام وصوتها مبحوح من العياط، والأم جثتها محتضناهم كأنها لسه حية. سألوا الطفلة ازاي عشتي من غير أكل وشرب؟ قالت بصوت مرتجف كل ما أخويا كان بيعيط كنت أهزله الشخشيخة تقوم أمي من نومها ترضعه وبعدها تنام تاني، وانا كان في عمه لابس ابيض بيجي كل يوم يديني اكل وبعدين يختفي. نقلوا العيال على المستشفى والنيابة استدعت الطب الشرعي. الدكتور لما كشف على جثة الام قال بدهشة الجسد دافي كأنها ميتة من ساعات مش من 15 يوم ابدا. ساعتها كل الناس انحنت دموعها وفهموا ان رحمة ربنا وسره اعظم من اي عقل بشري. القبر ما كانش موت بس، كان مسرح لمعجزة تهز القلوب.